فنانين ودعونا في عام 2025. السنة كانت مأساوية على الوسط الفني، وقلوب الملايين كسرت مع وداع نجوم حبيناهم. صوتهم وضحكتهم، وجت اللحظة اللي مفترضناهاش خلى الموضوع ده يخلدهم ويذكرنا ان الفن الحقيقي عمره ما يموت. فكري صادق كان أول الراحلين من مصر، مات يوم 17 يناير عن عمر يناهز 79 سنة. إنجي مراد ممثلة سورية ماتت في فبراير وهي حامل بالشهر السابع. سليمان عيد كوميديان مصري محبوب توفى فجأة في 18 إبريل عن عمر يناهز 63 سنة. صبحي عطري إعلامي سوري معروف برنامج إيتي بالعربي، مات في 23 أبريل 48 سنة. هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي معتزلة، توفت في 3 أبريل. نعيم عيسى مهرج مصر على المسرح والتلفزيون، مات يوم 5 مايو متأثر بالمرض عن عمر يناهز 92 سنة. فخري عودة ممثل كويتي، توفي يوم 6 مايو عن عمر يناهز 75 سنة. محمد الشوبي فنان مغربي دراما ومسرح، رحل في مايو. سميحة أيوب ممثلة مصرية كبيرة، ماتت يوم 3 يونيو عن عمر يناهز 93 سنة. غزوة الخالدي ممثلة عراقية، توفت يوم 6 يونيو عن عمر يناهز 82 سنة. أحمد عدوية ملك الشعب، فن شعبي مصري، مات عن عمر 79 سنة في القاهرة. السنة دي كانت صعبة قوي، كنا هننقل ضحكة ونسمع صوتهم ونتفرج عليهم، لكن فجأة اضطرينا نقول ربنا يرحمهم. بس اللي بنفتكره مش بس أخبار الوفاة، دي ذكرياتهم الخالدة. فكري صادق اللي جعل أيامنا تدوب من الضحك، وسليمان عيد كانت شخصية اللي عشناها، وسميحة أيوب اللي كانت رمز الفن الراقي، وفنانين عالميين اللي خلاهم وجودهم على الشاشة موسيقى وحياة. وفي النهاية رحمة الله على كل فنان رحل، وأجرهم مع ربنا، وقلوبنا مع أهليهم ومحبيهم اللي عشناهم في أعمالهم لسه معانا، وعارفين دايما إن الفن هو الخالد اللي عمره ما يموت.